كان اكو شيخ عايش ويا ولده وبناته، وعندهم شويه ابل وشويه غنم وكلبهم يحرسهم. وبيوم من الايام يا عزيزي واحد من سفهاء القريه قتل الكلب. ولد الشيخ راحوا له قالوا له فلان قتل الكلب. قال لهم جيبوا راس اللي قتل الكلب. ولده صفنوا شنو؟ احنا راح نقتل بني ادم على مود كلب؟ هذا الحجي شكله خرف. ورا فتره جو عصابه باقوا الابل والغنم مالتهم، فراحوا على ابوهم وقالوا له الحق حاج باقوا الحلال مالتنا. قال لهم راس اللي قتل الكلب. وطبعا ولده استغربوا، جاب الحراميه على الكلب قالوا له ها هي غلس. ورا فتره قصيره غارت عليهم قريه ثانيه واخذوا منهم سبايا، ومن ضمن السبايا ابنيه من بنات الرجال. فولده راحوا يركضون على ابوهم قالوا له الحق. قال لهم راس اللي قتل الكلب. فهنا الابن الكبير قال كافي خل اروح اقتل هذا اللي قتل الكلب لان ابويا بعد قفل. وفعلا راح وجاب راسه اللي قتل الكلب وعلقها على باب البيت، والخبر انتشر. لحقوا ولد الشيخ قتلوا شخص على مود كلب. الحراميه سمعوا الحكي قالوا هاي على مود الكلب قتلوا الرجال، احنا عاد ايش راح يسوون بينا على مود الحلال؟ وراحوا ورجعوه بليله سودة. والقبيله اللي خطفوا بتهم سمعوا وقالوا هاي على مود كلب قتلوا الرجال، لا عاد احنا ايش راح يسوون بينا اللي خطفنا بتهم؟ فرجعوا البنيه وطلبوها لابن شيخ القبيله. وهنا يا عزيزي ابناء الشيخ افتهموا حكمه ابوهم، من تعوف حقك الصغير راح يجون ياخذون حقك الكبير قوه، ومن تعوف الفيديو بدون متابعه وتفاعل الشركه راح تاخذ التفاعل.